ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل فترة كده بيطلع ترند للجمل المكتوبة في باسبورك. الامريكي انا باسبوري مكتوب فيه كذا، الايطالي انا باسبوري مكتوب فيه كذا، وطبعا اشهرهم البريطاني انا باسبوري مكتوب فيه كذا، وكده بقى انتوا فاهمين يعني. زي مثلا اللي معاه الجواز مكتوب فيه المواطن ده تحت حماية الدولة الفلانية، تحت اي سماء وفوق اي ارض والكلام ده كله. وفي الاخر يقولوا ان الباسبور المصري مكتوب فيه في اخر صفحة لو ضاع منك هتدفع غرامة وممكن تؤدي للحبس والكلام ده والاوفر ده كله، وبتقلب في الاخر بترند ملوش اي لازمة. فانا قررت اعمل سلسلة واسميها جملة باسبورك. اول فيديو هيكون فيه عن الباسبور المصري الاخضر معشوق الجماهير. فالنهارده انا هجيب جوازي واقول لكم ايه الجملة المكتوبة فيه او ايه الجمل المكتوبة فيه، ونشوف بقى هل موضوع الغرامة والحبس والكلام ده كله صح ولا لا. تعالوا نقرأ مع بعض الكلام المكتوب فيه، وطبعا الحاجات الإرشادات والكلام ده بيتكتب في الآخر. فأهو أهو تمام، مكتوب التنبيه ده هنقراه وهحط لكم دلوقتي الصورة على الشاشة. مكتوب ايه بقى؟ هذا الجواز يعتبر وثيقة ذات شأن عظيم يوجب على صاحبه الاحتياط التام حتى لا يقع في حوزة شخص ليس له حق حمله أو استعماله، وإذا فقد أو تلف وجب على الفور اختار الإدارة أو فروعها أو أقرب سفارة أو قنصلية مصرية بالخارج. يعني مفيش لا حبس بقى ولا غرامة ولا الكلام ده كله. طيب نيجي بقى عند الصفحة التانية برضه هصورها لكم واحطها لكم. مكتوب ايه بقى؟ يرجو وزير الخارجية من جميع المختصين أن يسمح لحامل هذا الجواز بالمرور وأن يبذلوا له العون والرعاية عند الاقتضاء. ومكتوبة بالعربي وبالإنجليش. يعني من الآخر كده احنا لا في حبس ولا في غرامة ولا الكلام ده كله، احنا الحمد لله جوازنا برضه مكتوب فيه جمل حلوة وجمل تشرفنا بره مصر. فمش مكتوب فيه الحاجات دي، وبلاش يا جماعه ان احنا نبوظ سمعتنا، واحنا طول عمرنا سمعتنا الحمد لله حلوه وهتفضل حلوه، فبلاش ان ايه ان احنا نطلع ترند او الكلام ده على الفاضي يعني. بس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك للفيديو وفولو، وقول لي حابب الفيديو الجاي يكون عن باسبور ايه.